السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل هانيين وصحتكم بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كنت مسافرة سفرية هكا صغيرة برك تاع نص نهار، وإحنا مروحين حبسنا نتغداو وهبطنا في هذا المطعم اللي دايما أم رسلان صرايتنا به، قلنا كل ما نسافر نجي ناكل عنده، قلنا هيا نجربوا الماكلة نتاعو. صراحةً مع دخلنا المطعم بزاف بزاف نظيف. سبحان الله أول مرة في حياتي نشوف ريستورون هكا نظيف، وأهم حاجة هذيك الجهة كيما شفتوا بزاف نظيفة، مداير حتى المرايا وين تحبي تعدلي روحك. دخلت غسلت يديا وخرجت باه نكومونديو واش حناكلو، لقيتو حاط لنا هكا دي بول فيهم شوربة، ندايرها زعما كيجيوه الناس باش يتغداو ولا يتعشاو، يسربي لهم الشوربة كضيافة، يعني يرحب بهم ويضيف بهم بالجاري. المعاملة نتاعهم ما شاء الله نظاف. صراحةً أول مرة في حياتي يعجبني مطعم مع إنه ما نحبش الماكلة تاع الريستورون، ما نبغيهاش خلاص، خلاص. وتالمو أم رسلان دايمًا صارحتنا الدجاج نتاعو، تقولنا عنده واحد لي كويس يطيبوه في مفورين بزاف بنان. جريت على مريم قلت لها شوفي نتيا جيبي كويس وأنا نجيب الشوا. حنا فينا صنعة ما نبانش اسكو فيكم نتوما كامل ولا لا. كي نروحو ريستورون ولا بيتزاريا لازم كي نكومونديو حاجة نديرو 50-50 ونذوقو منه ومن هيتا، كل واحد واش يكوموندي نذوقو مع بعضنا. صراحةً هذاك الدجاج طايب بالزبدة، يجيبه لنا سخون. ثاني الماكلة أول مرة نشوف ريستورون مع تكوموندي الماكلة ليه تجيك سخون يهبل طايب زبدة، غير تحطي هذيك الفرشيطة يجي هكا هابط. شيوا بالنسبة ليا أنا ما عجبنيش. كنت كومونديت سكالوب شوا، وكومونديت معاه الكبدة، وبيان سور كي نكوموندي هادو لازم نكوموندي معاهم فريت سينو ما ناكلهمش. وهذه هي تغدينا وعاودنا ديمارينا باش نروحو لدويرتنا كيما يقول بابا. وأنا سوا نكون مسافرة ولا نكون في بيكنيك، أكثر حاجة نحبها هي المناظر الخضراء، سورتو لا نظمو هكا خرجة للجبل ولا وقالوه نروحو نديرو شوا ونديرو فيها قعدة في الجبل، تلقاوني ميتة بالسعادة ونجري نوجد منه ومن هيت، خاطر هذاك واش نحبو، هذاك هو جوي. وهذه هي وصلنا لباتنا. البلاصة اللي كنا فيها كانت سخونة مالغري قريبة لباتنا. حنا دخلنا لباتنا وهو واحد البرد ضرب ما نحكيلكمش، ما نعرف سي بون الجو هكا برد، ما نعرف كيما تقول جداتي عصرة وفايتة وتعاود ترجع السخانة. مع دخلت للدار كنت جبت لونا ديجا ماكلة معايا، مع دخلت للدار جات تجري هي ولادها. سبحان الله يا ربي، دي فوا نلقاها تستناني، ودي فوا مع نحل تكون راقدة مع نحل الباب تجي تجري. وهذه هي وصلت ضربت فيها واحد الرقدة ما نحكيلكمش حتى نوصل للمغرب، لو كان ما نوضنيش خويا كنت راح نبقى راقدة حتى الغدوة مداك باش نوض. هيا مع نص صليت وقلت ندير لهم عشاء وندير حاجة كيما تعرفوني انايا نموت على حاجة خفيفة وسهلة، واكدوا لي على بنينة. خرجت الكطوط هما الاولين للحوش باش ما يديرونجيونيش خاطر فيها اللحم، على بالي بلي يهبلوني. وديجا لقيتهم واقفين كي العسكر عند باب تاع الحوش باه نخرجهم. تالمو يموتوا على الحوش وديجا والفوه سي بون. لا علينا، قلت نطيب هاد السباغيتي الصوص طوماط بالفيونداشي اللي يحبها خويا. حكمت لهنا الماء درت فيه الزيت باه ما تتعجن ليش، وشويه ملح وفلفل كحل وورقه نتاع الرند. خليته حتى نهز الغليه ولحت عليه السباغيتي، واهم حاجه هذيك السباغيتي نخليها مجموله ما نكسرهاش، عفوا ما نكسرهاش. ساعه ساعه نروح نحركها باه ما تلصقش في بعضها. وهنايا رحت نوجد اللحم نتاعي. بالنسبه للصوص طوماط راح نديرها واجده، راح نعطيكم الطريقه اذا حبيتوا ديروها في الدار. درت 2 حبات بصله صغار مع 3 سنات تاع ثوم ولحت عليهم اللحم. هنا راهم ديكونجلي خليته حتى يديكونجا باه نرحيه. كيما قلت لكم انا راح نستعمل صوص طوماط واجده، بصح اذا حبيتوا ديروا نتاع الدار ما تشريوش الواجده. تجيبوا طماطم، تنحيو لها القشره، طيبوها مع البصله، يعني تقليو البصله في الزيت وتلحوا عليها الطماطم مع الثوم، تقليهم مليح مع بعضاهم. لي زيبيس ديروا الزعتر الرند والملح والفلفل الكحل والطماطم تاع الباط، ومن بعد رحيو كلشي مع بعضاه. كيما انا استعملت الواجده، يعني ما اضطريتش اني نخدم في صوص طماط في الدار. حكمت لهنا هذاك اللحم رحيته مع البصله والثوم، درتو في شويه زيت قليته مع بعضها، من بعد درت له التوابل، درت له الملح فلفل الكحل الزنجبيل وشويه اكليل الجبل، وشويه من الكزبر. قليتهم مليح مليح مع بعضهم، من بعد زدت عليهم هذيك الصوص طوماط اللي شريتها واجده، ومغرفه كبيره نتاع الطماطم لباط، وهذيك البلاره نتاع الطماطم كيف فرغتها، بما انه انا راح نحتاج الماء يعني لازم نزيد لاصوص نتاعي الماء. قلت نستغل هذيك
البلارة مادام بقى فيها شوية طماطم شليتها. أنا هكا هذه هي عقليتي من أنا إنسانة جد صريحة وما نحبش نتصنع. لُحت على هاذيك لاصوص زدت لها شوية سكر، كيما تعرفوني أنا دايمًا لي صوص طماط نتاعي نحب ندير لهم سكر باه ما يجيوش حامضين، وكنت ديجا درت لها ورقات صغار نتاع رند، وفي اللخر لُحت لها الحبق، خليتها تكتك شوية فوق النار، ورحت وجدت الطابلة. بالنسبة للسباغيتي كل واحد كيفاش يبغي يطيبها، هي نورمالمون ما طيبش بزاف، أنا خويا يحبها يقول لي ديري 10 دقايق وطفي عليها، هي أصلا في الوصفة هذه ما تجيش طايبة بزاف. تجي كيما هكا مام با 10 دقايق 15 دقيقة ونحيوها ما لازمش تتعجن. تحبوا تخلطوها مع صوص طماط، تحبوا تقدموها بهذه الطريقة واللي هي نورمالمون تتقدم كيما هكا، تحطي سباغيتي وتسربيه فوق هذيك لاصوص ونزيدوا لها بيان سور وريقات نتاع النعناع ولا الحبق من الفوقه، واكيد اخر لمسه نزيد لها مبشور جبن البارميجيانو وجبن الجريار كاضافه من عندي. وشوفوا لي على هذاك المنظر وهذاك الجمال، وما نحكيوش على البنه تجي بزاف بزاف بنينه. تحبوا حتى تزيدوا لها شويه كرام فراش كيما بغيتوا. واكيد بعد العشاء نغسل الماعن نخبيهم باش نخلي الكوزينه نتاعي نظيفه. ورحت لهنا خويا كان قضاو شويه حوايج قلت نخبيهم ما نخليهمش ثاني هكاك مفرسعين، وحطيت كل حاجه في مكانها المناسب، اللي في الخزانه في الخزانه، اللي في الفرجيدار في الفرجيدار، واللي ميت العظام في السله تاعهم. انا العظام بكري كنت دائما يا نغسلهم ونديرهم في الفرجيدار يا نغسلهم ونديرهم في السله على برا. من بعد سمعت باللي هذه اللقطه ما راهيش مليحه ومضره ومنه ومن هيت، وليت نخليهم هكاك بوسخهم، وكي نحب نطيب نغسلهم وننشفهم. كملت خبيت هذوك الحوايج كامل وعمرت البلارات بالحوايج اللي لازم يتعمروا، وقلت ندير حاجه خفيفه هكا كتحليه نسهروا بها. كان خويا تشهى كراب ولقاهم يتباعوا واجدين برا، هذو اللي خرجوا جدد. كاين بزاف اللي ينتقدوهم مع انه انا ما نشوفهمش يستاهلوا الانتقاد، هما صح ما كانش كيما لي كراب نتاع الدار صراحه، انا بانوا لي شغل ديول. بصح كاين الناس اللي يقول لك باللي بالنسبه ليا اللي تشريهم هكا واجدين برا مكسرت اليدين وكل شيء، ماشي اي وحده تشريهم سما مكسرت اليدين. كاين اللي مسكينه تكون مريضه، كاين اللي تتشهاهم توحمت وما قدرتش تطيبهم وبعيده على دارهم، يعني دائما لازم نخلقوا اعذار للناس. ماشي اي وحده تشريهم سما راهي مكسرت اليدين. كيما انا خويا تشهاهم وشافني عيانه مانيش قادره، راح شراهم وقال لي ديريهم لي. بديت برونق هي الاولى كي عاداهي مروحه، درت لها وحده مع الياغورت وشويه قشقشه هكا حلاوي والاخر تديهم معاها. ونتاعنا حبيت نسخنهم في المقله نتاعي نسيتها حتى تحرقت لي. انا جيت نعمرها ونطبقها وهي تكسرت. خويا بغاهم بهذا الشيكولا تاع البندق، على هذيك درتهم عفوا في المقله باش يجيو يقرمشوا. دهنتهم هذيك الشوكولا نتاع البندق، زدت لهم البنان كيما حبوهم خويا وجاو بزاف بزاف بنان ومقرمشين، واحد البنه ما نحكي لكمش. وهذه هي مع شويه حلوه ترك وياورت. هذه هي سهرتي المتواضعه انا وخويا، وهكا كنت فوت نهار اليوم. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى اني كنت خفيفه على قلوبكم وعجبكم الفيديو، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.